بالنسبة للشخص اللي طلع من الدين، بس أريد أفهمكم شغلة، ركزوا بي قبل لا تكتبون أي تعليق سلبي أو تنمر. ركزوا بكلامي اللي راح أقوله، تمام؟ هو طلع من الدين، تمام، أوكي، هو اللي خسران، أوكي، بس افهموا الشغلة. تنمركم، إساءتكم إله، كلامكم السيء أو الناس اللي تبروا من عنده، هذا كله تصرفات غلط. هذا الإنسان أوكي هو بغيبوبة سوى تصرف غلط، تمام، ونفر من الدين، طلع من الدين، فأنتوا تصرفكم هذا راح تخلوه يولد كراهية تجاه الدين أكثر وأكثر، راح يقوم يسيء للدين أكثر وأكثر. فأنتوا لازم تحتووه، تدعوا له بالهداية، تكتبوا له كلام طيب، تمام، حتى يتندم إنه ترك هيك دين باع وأخلاق. أما إذا تسيئوا له، تتهجمون عليه، تغلطون ايش راح يقول؟ هاي أخلاق هذا الدين. لا تنطون فرصة لأي أحد يحكي على ديننا، أبوس إيديكم. ديننا دين أخلاق، ديننا دين احترام، ديننا دين محبة. أترجاكم، طبعا تصرف أهله كلش غلط إنهم يتبرون من عنده. ليش هيجي؟ فتحوا له الحبل، تركوا له الحبل، ما حطوا أي خط رجعة إنه ممكن يرجع لهم، تركوه على راحته. ساعتها ماكو أحد يحسب له حساب، يقول لك أنا هيجي أهلي وتركوهم، يعني حش السامع خريانة خلاص. بينما لو باقين فوق راسه كثر الدق على الحديد يلين، أوكي؟ فشوية تزن يزنون شوية بأخلاقهم، بالمحبة، بالعين وغاتي، والله من يشوف الأخلاق ويحتو بمحبة واحترام ممكن يرجع هالبني آدم. بس إذا الكل ينفر من عنده، إيش راح يصير؟ راح يعند وراح يسيء أكثر وراح يهجم أكثر على الدين، وراح يقول الحمد لله طلعت من هيجي. ليش؟ لأن انتوا دا تنطوا الفرصة، دا تسيئوا له. غلط تسيئون. طبطبوا عليه، ادعوا له بالهداية، كتبوا له كلام أخلاقي، كلام حضاري. الله يهديك، الله يثبتك. ليش دائما اكو دعاء يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ايمانك؟ معناته شنو؟ المؤمن معرض انه يا يكون هو مؤمن يصير كافر، او يكون كافر يصير مؤمن. فالاخلاق فدوة اروح لكم، لا تكتبون اي اساءات، لان هيك ممكن يعني تزيد كراهيته للدين اكثر واكثر، واحنا ما نريد هالشيء. هذا الشيء غلط. هسه تقولون ريم اي بس هو مؤثر، ممكن ياثر على البقيه. ليش ما تكونون انتوا المؤثرين؟ انتوا اللي جمهور، انتوا الجمهور، هو وحده، انتوا اعدادكم كبيره، انتوا اللي تاثرون اكثر من عنده. كلامكم اللي اثر. لما اي احد يفوت للصفحه مالته يقرا التعليقات، تمام، ما اوكي هو كلام شخص، بس انتوا الجمهور، انتوا كلامكم اللي اثر اكثر. لما يكون كلام اخلاقي، كلام احترام، كلام محبه، كلام دعاء، الناس تتاثر بيكم، وهو ممكن يتراجع ويتاثر بكلامكم. فاخلاق، تصرفوا باخلاق. ترى الكلام اللي ما حلو يزيد هجومه اكثر، ويزيد نفوره اكثر. واذا كان اكو امل ممكن يرجع يرد للدين، هيجي انتوا خليتوه ينفر من كل النواحي. تصرف غلط. اكتبوا كلام محترم، كلام اشي يرجع للدين، كلام يحببه يرجع للدين، مو تخلوه ينفر ويزيد كراهية. افهموا، الله يخليكم، احنا بزمن، تمام، القابض على دينه مثل القابض على جمرة، يعني ممكن بسهولة الإنسان يطلع. فخلوا أخلاقكم حلوة، اكتبوا كلام حلو، اشي يرجع يحببه بالدين مرة ثانية من خلال أخلاقكم. لا تنطوا الفرصة يقول هذا أخلاق دينهم، هاي أخلاق دينهم هيج. لا تنطون هاي الفرصة لأي أحد. انتوا لا تنسون احنا على العام، والغرب هم دا يتفرجون يترجمون. هسه ترجمة التعليقات موجودة، أي أحد يفوت يقرأ التعليقات يترجمها لغتهم. فرجاء احتووا باحترام، لا تسيئون، لا تكتبون كلام مسيء. انتوا مو تحبون الدين مالتنا، تمام، اكتبوا له كلام يعني يمثل أخلاق ديننا من دون إساءة. وأهله أتمنى يسمعوني، ارجعوا اعترفوا بي وخليكم حواليه، لا تخلوه وحده. من خليتوه وحده ممكن يتمادى أكثر. بينما من انتم تكونون موجودين، انتم محاوطي اكو خط رجعة، ممكن يحسب لكم حساب قبل لا يتصرف اي تصرف. بس هسه انتم تركتوه بعد ما يحسب حساب لاي شيء، خلص غلط هذا التصرف. اترجاكم غلط، انتبهوا. مثلوا اخلاق ديننا صح، لا تسيئون لاي احد، خلوا يكون عنده خط رجعة للدين. اترجاكم.